إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الحاجات اللي هنتكلم فيها النهارده هتبقى حاجات انا مثلا عايزه اعملها او حاجات انا اوريدي بدات فيها وعايزه اقول لكم عليها عشان لو انتوا كمان مهتمين انكم تبداوا معايا فيها. بس كده اتمنى الفيديو يعجبكم واتمنى لكم اجازه سعيده، والناس اللي ما خدتش الاجازه فما تقلقوش، الفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى حاجات ليها علاقه بالمذاكره. وبس كده اتمنى لكم اجازه سعيده ويلا بينا نبتدي. طبعا انتوا مستنيين اقول لكم يلا بينا نتعلم لغه ويلا بينا بقى ننزل نجري وكده، ولكن اول حاجه تعملوها اول تاخدوا الاجازه يا جماعه انتوا تروحوا تدوروا على مسلسل تشوفوه. انا حاليا بتفرج على مسلسل حلو قوي اسمه سيتي اون فاير، لو انتوا بتحبوا بقى الجرايم وبتحبوا التحقيق ولا بتحبوا التشويق وكده ممكن تشوفوه. برضو كنت بدور على بريكنج باد، معرفش ليه، بس يعني دوروا على المسلسل وشوفوه يا جماعه، يعني كافئوا نفسكم في ايه بقى. نتكلم بقى جد شوية. اعتقد ان الاجازة فرصة تحفة ان احنا نقرب من ربنا تاني، وان احنا نعمل حاجات كويسة جدا 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 لربنا، وان احنا نصلي، وان احنا نرجع نحفظ قرآن تاني لو احنا كنا بنحفظ قرآن، ولو انتوا مش بتحفظوا القرآن فاحفظوا القرآن، لو انتوا بتحفظوا القرآن فزودوا، يعني دايما 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 قربوا اكتر وخلوا مبقاش في مسافة بعيدة ما بيننا وبين ربنا. يعني اعتقد ان دي فرصة كويسة جدا في القرآن وفي كل حاجة حرفيا، بجد دي حاجة تحفة لازم تعملوها. ولو انتوا حاسين انكم تعبانين نفسيا فبرضه اعملوا كده، فعلا الموضوع ده جدا هيفرق جدا معاكم. انا مش عارفه ارتب الكلام، ما علينا. هيفرق جدا معاكم. اسمعوا قرآن، اقرأوا قرآن، احفظوا قرآن، صلوا كتير، لو انتوا بتصلوا صلوا السنة، لو انتوا بتصلوا السنة زودوا قيام ليل، يعني حاولوا تطوروا من الموضوع ده، فعلا جدا يفرق معاكم. اللي بعد كده هي حاولوا قد ما تقدروا انكم تنزلوا تتفسحوا وتشتروا كتب، تتمشوا مع حد بتحبوه، ممكن تنزلوا لوحدكم تعملوا كده، لو انتوا مش عايزين تنزلوا لوحدكم انزلوا مع حد من صحابكم. روحوا هاتوا شاورما، كلوا شاورما، روحوا اماكن اثريه، ممكن تنزلوا تمشوا في وسط البلد لو انتوا من القاهره. انا كنت حاطه هدف ان انا السنه دي يعني ازور اماكن اثريه واماكن بقى تاريخيه وكده زي المعابد والمتاحف والقلعه وكده، يا رب اعرف اعمل كده. ممكن كمان تنزلوا تشربوا حاجه مع حد بتحبوه وتقعدوا تقراوا. انا اشتريت كتب حلوه جدا من سور الازبكيه هوريها لكم ان شاء الله في الفيديو. عارفه الناس اللي مش هيعجبني ايه بتاعك بينزل يا جماعه الكتابين اللي انا جبتهم من سور الازبكيه، طبعا اسفه جدا لو الاضاءه مش احسن حاجه بس عشان خلاص بقى يعني مغرمه جدا ومفيش نور خالص. المهم اول روايه، هو دي روايه انا صراحه مش عارفه ده كتاب ولا روايه بس هنكتشف يعني لما نفتحه. دي روايه اسمها everything وهي بتتكلم على بنت عندها 17 سنه او مامتها تفضل حبسها 17 سنه في البيت علشان هي عندها حساسيه من كل حاجه في العالم، وهي بتبقى فرصة ان هي تبقى موجودة على طول في البيت وما تخرجش وما تقابلش حد. فهي هتخرج لما يبقى عندها 17 سنة، ومن هنا بقى تبدأ القصة وتتعرف على واحد وكده. فحسيت الصراحة ان هي تبقى ظريفة يعني، وكمان هي من البست سيلرز اللي في نيويورك فقلت اما اجيبها، يعني مع ان مش بثق قوي في حوار البست سيلر ده من بعد It Ends With Us، بس ما علينا. وتاني رواية او كتاب صراحة مش عارفة هو The Things You Can See Only When You Slow Down. حسيت ان اسمه عجبني جدا وشكله كمان مش غريب عليا، انا كنت عارفاه من قبل كده بس ما كنتش عارفة اجمع هو ده اللي انا شفته فعلا على بنترست ولا لا، بس ما علينا ان شاء الله يعجبني. وعمو ربنا يكرمه اداني بوك مارك، فشكرا جدا يا عمو كتر خيرك. وانا مسامحه حضرتك عشان ما رضيتش تنزل لنا في السعر، بس عادي انا مسامحه حضرتك عادي جدا عادي، انا مسامحه حضرتك عشان بس البوك مارك التحفه ده. بس كده يا جماعه اتمنى يبقوا حلوين وان شاء الله يعني اتبسط لما اقراهم وكده. وبس حاولوا تعملوا شيرنج باي فكره في دماغكم على ورق وتكتبوا كل حاجه بتدور في دماغكم وتكتبوا الحاجات اللي انتوا عايزين تعملوها فعلا في الاجازه، نظموا كل اسبوع في الاجازه. كنت بسمع بودكاست الدكتور ابراهيم اللي فيه وكان بيقول ان هو كان كل يوم قبل ما ينام بيجيب ورقه وقلم على السرير وبيقعد يكتب الحاجات الحلوه اللي هو عملها والحاجات الوحشه اللي هو عملها، وايه الحاجه اللي هو ندمان ان هو عملها في يوم، وايه الحاجات الصح وايه الحاجات الغلط، وايه الحاجات اللي مش هينفع يكررها تاني في يومه علشان يكون منظم ذهنيا. ودي من اكتر الحاجات التحفه اللي انتوا لازم برضو تجربوها. مش محتاجه طبعا اقول لكم كل فيديو اقعد اقول يا جماعه لازم نجيب اجنده ولازم نقعد نكتب افكارنا، لازم نقعد نكتب الحاجات اللي احنا عايزين نعملها، عشان انتوا فعلا من بعد الموضوع ده هتكونوا منظمين نفسيا وذهنيا جدا 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 جدا.
اتفسحوا وبسطوا واكتبوا كل حاجه نفسكم تعملوها، اكتبوا كل حاجه بتدور في دماغكم، انكم انتوا تطلعوا كل حاجه جواكم على شكل في ورق. ده حاجه هتساعدكم جدا. لو انتوا مثلا بتسمعوا كورس معين، بتسمعوا بودكاست معين، بتسمعوا بس اذاعي معين، بودكاست يعني بس اذاعي بس عادي يعني، اكتبوا كل حاجه اتعلمتوه منها، كلمه جديده اتعلمتوها اكتبوها، كل حاجه اكتبوها. دي حاجه فعلا هتحسسكم ان انتوا كويسين جدا جدا جدا. انا بقالي فتره مثلا ما كنتش كويسه، فكنت بنزل اجيب حاجه اشربها واجيب الاجنده بتاعتي واجيب السماعات واقعد اسمع اي حاجه واقعد اكتب الحاجات اللي في دماغي، كل دوشه دماغي انقلها. وبسبب الناس اللي هي اوفر ثينكر لازم تكتب، الناس دي لازم تكتب يا جماعه. اوكي، وبس اتمنى ان انتوا تكتبوا واتمنى انكم تجيبوا اجنده وبس كده. مش معنى برضو ان هي كونها اجازة فاحنا مش هنتعلم اي حاجة، ولكن برضو مهم جدا انكم تتعلموا اي حاجة جديدة حتى لو نص ساعة في اليوم. نص ساعة كل يوم مش هيأثروا معاكم في حاجة لو انتم مهتمين تتعلموا لغة جديدة، لو مهتمين تتعلموا مثلا البرمجة او اي لغة جديدة، او حتى تمارسوا رياضة. لازم برضو تستفادوا الوقت بتاعكم، احنا مش هناخد كله بريك وبرضو مش هناخد كله شغل، ولكن لازم برضو تتعلموا حاجة جديدة. حاجة صباح الخير. تاني حاجة، الحاجة بقى اللي انا عايزة اقولكم عليها دلوقتي هي ان انتوا في الاجازة ما تنسوش انكم تنظموا النوم بتاعكم. مش معنى ان احنا خدنا الاجازه فاحنا نسهر لحد الساعه 4 الفجر وكده، لا، حاولوا تصحوا بدري جدا جدا جدا. مش علشان وراكوا حاجات كتير، ولكن لما انتوا تمسكوا اليوم من اوله بيكون احسن بكتير قوي ان انتوا تشقلبوا يومكم. خلاص يعني الامتحانات خلصت واحنا مش محتاجين خالص نسهر لاي حاجه من الحاجات. حاولوا تناموا بدري عشان تصحوا بدري عشان تستمتعوا باليوم كامل، تقدروا تنزلوا تقدروا تتفرجوا على حاجه. حد ممكن مثلا يقول لي طب احنا مش ورانا حاجه ما احنا ممكن نسهر. طب ليه نسهر؟ ما احنا ممكن نصحى بدري ونعمل كل الحاجات اللي احنا عايزينها بالنهار. فحاولوا تعملوا كده عشان النوم متاخر حاجه مش ظريفه خالص. ولو انتوا بتشربوا كافيين زي حاولوا انكم تبطلوه او تشربوا حاجات مكانه. يعني جربوا اكل جديد بقى وكل النصايح الرائعه اللي انا دايما بقول عليها دي. بس كده، اتمنى تكونوا استفدتوا باي حاجه في الفيديو ده حتى لو 1%، ولكن انا عارفه ان انا مش بعمل يعني اكتر حاجه عايزه اعملها، ولكن هحاول قد ما اقدر ان انا اظبط الحاجات اللي انا عايزه اظبطها في الفيديوهات الفتره اللي جايه. وانتظروا الفيديو اللي جاي عن نصائح ليالي الامتحانات او حاجات تعملوها ليالي الامتحانات. واتمنى لكم اجازه سعيده، واتمنى الناس اللي بيمتحنوا ان شاء الله كل حاجه تعدي على خير. واشوفكم في الفيديو اللي جاي. وبس كده، باي باي.